ذكريات هي دي تبقى باقيه وخالده في اذهان الناس. المواقف الانسانيه، انت مش لعيب كوره بس، انت لعيب كوره لازم تتحول من نموذج في مجال شغلك وهو مجال كره القدم لقدوه، لصاحب رساله. ومعلش الساده المشاهدين اللي بيشاهدونا، استوديو رياضي، انما مش استوديو رياضي بس. يعني انا بيبقى عندي حرب على اخواتي وما ساندهمش حتى بالكلمه، ابرأ نفسي قدام ربنا سبحانه وتعالى بالكلمه، ان كل واحد فينا يقف على الحساب، على الصراط. ماذا قدمت للامه؟ ربنا سبحانه وتعالى اداك اسم وشهره وفلوس، عملت ايه؟ ان محمد صلاح دخل المطار بتاعهم ورفض يسلم على اي حد او ياخد صور تذكاريه معاهم او حتى يقرب من العلم بتاعهم، وده كان في 2013. ما تنساش ان محمد صلاح رفض يسلم على لعبتهم وهو خارج زق لاعب منهم، وكمان خرج لسانه للجماهير حبا في فلسطين. الصوره بألف كلمه يا جماعه، صح؟ وانت كمان بتهاجم محمد صلاح، ما تنساش الجون بتاعه وبعد الجون وهو بيرفع ايديه ليهم وبيقول لهم اتكلموا زي ما انتوا عايزين تتكلموا، وسجد في ارض فلسطين. انا الماتش ده بالذات انا ما كانش في السياسه الصراحه عامه خالص يعني، بس الماتش ده بالذات معناه ضغوط جامده جدا يعني. الماتش الاولاني ما كنتش سلمت عليهم وطلع قال لك كلام كتير، والماتش الثاني يعني النادي قال لي لو ما رحتش هتتوقف وهيحصل مشاكل كتيره